يا أهل الشمال، بكفي نزوح، والله تعبنا من نتفة لنتفة ومن منطقة لمنطقة. والله ما هو تحدي. بني إسرائيل من أيام فرعون، من أيام موسى عليه السلام، وهم أهل الدعاية وأهل البروباغندا. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ليش يا أخوي بدك تقتله؟ قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. طب ما إجالك فرعون وهارون ووقفوا قدامك وقالوا لك أرسل معنا بني إسرائيل، ليش ما قتلتوش؟ الدعاية. مع رجل من أقصى المدينة إيش قال له؟ قال له يا موسى إن القوم يأتمرون بك ليقتلوك. دير بالك إيش عمل موسى؟ فأصبح في المدينة خائفا يترقب. طب يا موسى هو قتلك؟ لا، بس أصبحت الإشاعة أثرت على موسى وعملت في قلب موسى الخوف والذعر، ودب فيه الخوف ودب فيه الذعر إلى أن ذهب إلى البحر. مش بس هيك، الدعاية الثانية اللي طلعها فرعون، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى. ليش البروباغندا؟ عشان يقولوا والله فرعون بدا صرح طويل وراح وشاف إله موسى وموسى كذاب. فيا أهل الشمال، بكفي نزوح، والله تعبنا من نتفة لنتفة ومن منطقة لمنطقة. والله ما هو تحدي، ما فيش حيل، مش قادرين، أجسامنا تعبت ونحفت من اللي نقول والروحة والجاية. والله ما احنا قادرين، والله العظيم ما احنا قادرين. بس خليك قدر المستطاع راكن على الله سبحانه، قول حسبنا الله ونعم الوكيل.